فسريعا كده هنتكلم عن فكرة ايه الدوبلاج والفنانين والكلام ده. طبعا مصر بالنسبة للدوبلاج بدأت مع ديزني، مع أول أفلام لديزني اللي هو طبعا سنو وايت والأقزام السبعة. سنو وايت أصلا فيلم معمول في الثلاثينات، ولكن اتدبلج لأول مرة بالعربي في السبعينات، وكان في مصر. طبعا احنا عارفين ان هو يعني ايه، كان فيلم مختلف كده، لان حتى الدبلجه بتاعته كلاسيكيه قوي وميكس حتى ما بين الفصحى والعاميه. طبعا اللي عملت صوت سنو وايت كانت الفنانه فاطمه مظهر، واللي عمل صوت المرآة او المرايه السحريه كان عبد الوارث عصر بصوته الرخم الجميل الفظيع. فطبعا كان تجربه كويسه، ولكن الموضوع ما اعرفش ليه انتهى فجأة كده، ولحد ما وصلنا للتسعينات وديزني قررت انها لازم يبقى ليها جزء خاص بيها او مكان ليها في الشرق الاوسط توزع منه الافلام بتاعتها. لان برضو في التسعينات كان اصلا يعني الفترة دي بيقولوا يعني انها كانت بداية اضمحلال السينما وبتاع، وديزني كانت بتفكر في حتة الدي في دي وتوزيع الافلام على الدي في دي او السي دي والكلام ده، علشان تكسب منه برضو، مش تبقى اعتمادها الاساسي على الفيلم في السينما. فالمهم طبعا في خلال السنين الكتير من اول السبعينات لحد التسعينات كان المسيطرين في العالم العربي على سوق الدوبلاج كان لبنان وسوريا، وفي الاخر كده الاردن. اهلا امنيه، اهلا نور، ازيكم عاملين ايه؟ كلكم منورين. فلما ديزني قررت انها تنزل الشرق الاوسط ويبقى الدبلجه بشكل بقى احترافي ومكتب والكلام ده، فكان المفاوضات او المفاضلات بمعنى اصح بجد عمل صوت الراوي. بس انا طول الوقت بفتكر ان هو اللي عامل صوت المرايه. اوكي، اسلام بيصحح بيقول عبد الوارث عصر مش عامل دور المرايه، هو عامل صوت الراوي بس. طيب اوكي، لو في حاجه غلط صححوا لي. اوكي طيب. وبعدين المفاضلات كانت ما بين ان الدبلجه تبقى في لبنان او تبقى في مصر، مع العلم لبنان فعلا كانت بتدبلج حاجات لطيفه جدا لو تفتكروا يعني، وسوريا طبعا من ايام زمان قوي بالانمي القديم والكلام ده. يا حلاوه السرير الصغيره ده غضبان صح ولا ايه؟ ولا دي لا دي سنو وايت على السرير بتاعت الاقزام. انا هتشتت بسبب الكومنتس كده. المهم ان بعد ما ديزني عملت الحكايه دي وقع الاختيار على مصر في الاخر، بعد التجربه اللي هم عملوها في ذا لاين كينج اللي هو كان اول فيلم هم يدوه للاستوديو اللي هو دبلجه، كان بقياده سمير حبيب والاستاذ عصام السيد. طبعا مع حفظ الالقاب لهم كلهم ناس عظماء بصراحه، وعملوا لنا حاجه لسه عايشه معانا لحد دلوقتي لانها كانت معموله بشغف، ده رايي يعني.